ناس كتير جدا بتعمل محشي كرنب خطير، بس بيروح تعبهم منهم وقت التسويه بيبوظ. فهقول لكم على 4 حاجات بس تعملوهم، عمر ما محشي كرنب هيبوظ منكم تاني. اول حاجه الشوربه اللي هتسووا بيها المحشي لازم تكون مغليه، وطبعا يفضل تكون شوربه بط. شوربه البط بتودي المحشي في حته تانية. ومهم جدا قبل ما نرص المحشي يكون في الحله من تحت تحبيشه كده بصل وتوم وفلفل حامي او رومي، عشان المحشي ما يلزقش وبيدي ريحه وطعم خطيره. وتاني حاجه رصه المحشي مهمه جدا، لازم وانت بترصي المحشي تكوني مقفلاه جامد قوي، وتكوني مقفلاه كمان وانت بتحشيه. يعني ما ترصوش رصه تخليه الشوربه ما توصلوش، ولا ترصيه رصه تكون بعيده عن بعض تخليه يفتح منك وقت التسويه. تالت حاجه واهم حاجه الشوربه المغليه دي بنحطها لحد الصف اللي قبل الاخير، وبعد كده نهز الحله كده كويس، هنلاقي الشوربه بتختفي وبتنزل لتحت. نروح بقى حاطين شويه شوربه كمان وبس كده. اهم حاجه ما نعديش الصف الاخير. ورابع حاجه بنغطي ونسيب المحشي يغلي مع الشوربه، وبس يغلي على طول نوطي عليه ونسيبه ساعه الا ربع او ساعه على نار هاديه خالص، وبالهنا والشفا. وبس كده تكونوا عملتوا احلى حله محشي كرنب ما فيهاش غلطه. تعبكم ما راحش والمحشي باظ منكم. اعملوا بس الكام خطوه دول، وهستنى رايكم واسئلتكم في الكومنتس، وهكتب لكم كمان تسبيكه المحشي تحت الفيديو. وخدوا بالكم ان دي اسرار محشي الكرنب بس، لان كل محشي ليه طريقه تسويه غير التاني. هقول لكم برده في فيديوهات تانية على طريقه تسويتهم. يلا باي باي.